اهلا بكم حبيباتي في فيديو جديد في وصفه جديده البنات. كما راكم تشوفوا حبيت اليوم نشارك معكم هذه الوصفه اللي هي ميني كيك بذوق الشوكولا. اذا يجوا من اروع ما يكون، خفه وبنه واقتصاد، وصفه اقتصاديه بامتياز كما راح تشوفوا معايا. اذا بدون بيض، مكونات متواجده في كل بيت. كما تعرفوا البيض راهو غالي البنات، حبينا نقتصدوا شويه ونعطيكم وصفات بدون بيض. اذا ميني كيك يجونا من اروع ما يكون، وصفه اقتصاديه وراح تحضروها في 5 دقائق. راح نقسم لكم هنايا حبه تشوفوها البنات. اذا ميني كيك بذوق الشوكولا وذوق القهوه كما راح تشوفوا معايا من اروع ما يكون. حبيباتي ما تنسونيش بجمل الفيديو، خلوا لي اشتراكاتكم وخلوا لي تعليقاتكم وكلامكم طيب. تعيشوا البنات، خلوا لي جام، ما تبخلونيش بجمل الفيديو. ونخليكم قبل هذا نصلوا وسلموا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. ونخليكم بدون اطاله مع مراحل الوصفه بالتفصيل. نبداو حبيباتي. اذا نبداو بالنواشف هما الاولين البنات. كما راكم تشوفوا البنات عندي هنايا كاس تاع 220 مليلتر فرينه. الفرينه البنات تكون مغربله. اذا شنو راح نضيف لها؟ راح نضيف لها 5 مغارف سكر. عندي هنا السكر، راح نضيف 5 مغارف سكر. خمسة مغارف سكر عادي كما راكم تشوفوا البنات. راح نضيف هنايا 2 مغارف كاكاو، راح نعبرها لكم بالمغرفه. مغارف يكونوا البنات معمرين بومبي. اذا 2 مغارف كاكاو. راح نضيف 2 مغارف مايزينا دقيق الذره بهذا الشكل البنات. اذا راح نضيف قرصه ملح، وراح نحط هنايا البنات عادي 5 مغارف زيت المائده العادي. وراح نضيف هنايا البنات عادي باتاغون. نتوما احرار البنات، اذا كان عندكم باتاغون تاع القهوه حطوا القهوه، لانه القهوه تتماشى مع الشوكولا، ولا حطوا عطر الكراميل. اذا عطر القهوه ولا عطر الكراميل راح يعطي له بنه من اروع ما يكون. اذا وراح نضيف هنايا عندي كاس حليب سائل. اذا نخلط المكونات كما راكم تشوفوا البنات. وصفه سهله ما تخيلوش البنات. كما راكم تشوفوا كلش تخلطوه مره واحده بهذا الشكل. اذا راح تحضروها في ظرف قياسي بدون ما راح نتعبوا كامل، ما راح نطلعوا لا بيض مع السكر ولا شيء. اذا كما راكم تشوفوا خلطت كل شيء مع بعض بهذا الشكل. اذا نخلط مليح. المهم البنات هنايا نخلطوا حتى يتجانس الخليط. خلطوا مليح هذا الخليط. اكيد ماناش راح ننساو الخميره، راح نحط باكي ونص. اذا البنات راح نحط هنايا باكي. المفروض البنات نحطو مع الفرينه ولكن نسيتو. اذا نحطو نتوما مع الفرينه هكذا باش تخلط لكم الخميره مليح. اذا راح نحط هنايا نص الباكي بهذا الشكل. اذا حطيت باكي ونص خماره. اذا نخلط مليح الخليط تاعي هذا باش هكذا ما تبقاش كامل الحبيبات تاع الفرينه. لازم نخلط مليح البنات كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. نضربوها مليح. من بعد البنات راح نخلي الخليط تاعي يريح مده 5 دقائق فقط. اذا راح نغطي الصلادي تاعي ونخلي الخليط تاعي يريح برك البنات مده 5 دقائق هكذا باش برك تتفاعل الخميره. حنوجد ليمون تاعي. تنساوش البنات تحطوا مغرفه خل هنايا. راني حطيت مغرفه خل هنايا. اذا تعبروا بالمغرفه عادي، مغرف الاكل عادي. اذا تحطوها تعمروها مغرف خل. اذا انا حطيت هنايا مغرف خل راح يخلي الميني كيك تاعكم يجوكم خفاف. اذا برك البنات تبعوا النصائح اللي خبرتكم. اول نصيحه هي تخلطوا الخليط تاعكم هذا مليح بالفوي. تخلطوه مليح. ثاني نصيحه هي تحطوا المغرفه تاع الخل، راح تخلي الميني كيك تاعكم يجوكم خفاف كانكم خدمتوهم بالبيض. وثالث نصيحه البنات تخلوا العجينه تاعكم ترتاح. لازم تخلوها البنات ترتاح هكذا باش تتفاعل الخميره. اذا خلوها ترتاح مده 5 دقائق
نجي هنا الليمون البنات، انا رايحه نستعمل هذا الليمون بما انه الفيديو اللي قبل هذا عجبكم بزاف. اذا عجبكم الميني كيك بذوق الليمون، اذا حبيت نفيدكم بهذه الوصفه اللي هي ميني كيك بذوق الشوكولا. اذا كما راكم تشوفوا البنات هنايا حطيت الزيت. البنات ما تغبروهمش بالفرينه، اذا دهنوهم برك مليح مليح بالزيت. حطيتهم هنايا كامل، هنايا قطرات زيت كما راكم تشوفوا البنات. اذا حطيت لهم هنا الزيت، ما تغبروهمش البنات، ما قبلكم ما تغبروهمش بالفرينه برك، ادهنوهم بالزيت برك. وراح نعمر ليمون تاعي، نجيب العجينه. بالنسبه للبنات نصيحه اخرى هي انكم تعمروا الليمون البنات، تخلوا برك فراغ شويه فقط كما راح تشوفوا معايا بهذا الشكل باش يجوكم طالعين كما شفتوا هنا، راهم بدون بيض. شوفوا البنات، اذا تقريبا عمرتهم كامل، خليت برك فراغ شويه برك بهذا الشكل. شوفوا البنات فراغ، نزيد نوضح لكم. شوفوا البنات تقريبا راني عمرتهم كامل، خليت برك هنايا فراغ شويه فقط بيجونا الحبات تاعنا يجونا طالعين. البنات لازم تسخنوه مسبقا على اقصى درجه. راح نقص الفرن تاعي ل 180 درجه، ندخل البلا تاعي لي ميني كيك تاعي يطيبوا. اذا نشوفوا التزيين مع بعض. هنا البنات بعد ما ديموليت الحلوه تاعي البنات، شوفوا كيفاش تجينا خفيفه 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 ما تتخيلوش يا البنات. شوفوا اذا ما تامنوش البنات الخفه تاعها تقول لي خدمتوها بالبيض. اذا مش عندي البنات، عندي هنايا كونفيتير المشماش، وعندي هنايا الفرميسال او شوكولا. يبقى التزيين البنات حسب الرغبه، حسب واش متوفر عندكم في البيت. انا نعطيكم فكره وانتم زينوا على حسب واش متوفر عندكم في البيت. راح ندهن الميني كيك تاعي بهذا الشكل بالكونفيتير تاع المشماش. مهم البنات راح يجوكم هشاش هشاش ومقطنين، اذا يذوبوا في الفم. هكذا نقتصدوا شويه في البيض. وعجبكم بزاف الوصفه اللي حطيتها لكم قبل من هذه تاع الليمون، ذوق الليمون. اذا هنايا عندي فيرميسال وشوكولا، حنحط لها الفيرميسال من فوق كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. اذا اللي يحبوا يخدموها مشاريع راح تمشي لكم مليح. اذا كما تعرفوا هو اقتصاديه وبدون البيض، والبيض راه غالي بهذا الشكل. وراح نعمر الفراغ بالكونفيتير تاع المشماش. تحبوا البنات اللي عندها توفيه تعمر بالتوفيه. شوفوا البنات، ونشوفوا الميني كيك تاعنا على مائده التقديم. ونشوفوا حبيباتي لي ميني كيك تاعنا على مائده التقديم بعد ما زيناها مع بعض كما راكم تشوفوا البنات. اذا يجوا خفاف ويجوا اسفنجيين، يجوا طالعين كما راكم تشوفوا البنات. اذا تقول لي خدمتهم بالبيض البنات، هكذا نقتصدوا شويه في البيض، وخاصه انه في كاين بزاف اللي ما يقدروش يشربوا البيض. اذا حبيت نفيدكم بهذه الوصفه. اللي ما شافش الوصفه اللي قبل هذه ميني كيك بذوق الليمون، اذا يشوفوها. نختموا الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. وانتظروني غالياتي في فيديو جديد. سلام.